السلام عليكم. ايه رأيكم في الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟ النهارده هنعمل البصارة، وما أدراك ما البصارة. البصارة دي أكلة مصرية فرعونية أصيلة، تتعمل من الفول مدشوش، تحفة ولذيذة. أنا مش هكدب عليكم، أنا مكنتش بحبها وأنا صغيرة الصراحة، وإخواتي كمان يعني عملناها مرة أو اتنين والدتي عملتها مرة أو اتنين في البيت. لكن لما كبرت حسيت بجمالها وحلاوتها وطعمها اللذيذ وفوائدها ما شاء الله. عندها في بروتين وفي خضروات وفي دهون وفي فيتامين، مليانة عناصر ما شاء الله. البصارة بتتعمل من الفول مدشوش. يلا بينا نبدأ. هنا جبت كوباية من الفول المدشوش، غسلتها كويس ونزلت عليها بصلاية واربع فصوص من الثوم، ما نكترش الثوم، وحزمة بقدونس، هي ما تكونش كبيرة قوي طبعا، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة، حزمة شبت، قطعتهم. وبعد كده هزودها مية. تمام، مش هنكتر المية، لكن لو حسينا ان هي محتاجة مية بعد ما تستوي نحط لها شوية مية مغليين، عشان لما نيجي نضربها ما تبقاش ايه، صيصة قوي. هرفعها على البوتاجاز واسيب كل حاجة تستوي لحد ما الفول يتهري ويستوي، والخضرة برضو ايه، هتستوي. تمام. نبتدي بقى نعمل. انا شفتوا قلت اوريكم الخطوه دي قبل ما انقل البصل على البصل، هي لسه في اول الغليان، لسه ما استوتش طبعا. ابتدي بقى اعمل البصل او الورد اللي هتحط على وشها. قطعت بصلايه كبيره، مكعبات كبيره مش مكعبات صغيره، وبلاش جوانح او شرايح عشان مش هيبقى شكلها حلو في الايه، في التقديم. المكعبات الكبيره دي تبقى حلوه. وحطيت عليها معلقه من النشا عشان تطلع مقرمشه، وحطيت زيت غزير طبعا. والبصل اهم حاجه، بصل الكشري او بصل البصار، ان احنا نقلب فيه باستمرار عشان كله ياخد لون متجانس. تمام. البصل خلص اهو ما شاء الله، خد لون حلو قوي. ارفعه بقى من الزيت، والزيت ده هنستخدمه طبعا، شكله جميل ما شاء الله. معلقه النشا مدياله قرمشه حلوه. هنا البصاره حسيت ان هي محتاجه شويه ميه سخنين، حسيت ان هي تقلت، رحت مزوده لها شويه ميه. والفول اتاكدت ان هو استوى. اضربهم بقى في الخلاط او الهاند بلندر اللي يعجبكم اعملوه. فرمت البصاره زي ما انتم شايفين. هنبهرها بقى بمكعب مرقه او معلقه مرقه فوريه. تمام. وشويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون، اهم حاجه الكمون لان دي بكليات عشان ما تسبب لناش اي انتفاخات. تمام. حطينا عليها معلقه من الكمون، كنت بدوق الملح بتاعها، ظبطنا الملح. تمام. سيبها تغلي وتتقل. في حته ما اتصورتش او الكاميرا فصلت في الوقت ده، حطيت معلقه بصل من متحمر على البصاره، وحطيت حوالي ربع كوبايه زيت من اللي احنا حمرنا فيه البصل. الحته دي ما اتصورتش يا جماعه، انا قلتها في الفيديو وهكتبها لكم في صندوق الوصف. اسيب البصاره بقى تغلي كده غلوتين عشان تتقل، عشان ما تبقاش صيصه، وكل الاطعم تتجانس مع بعضها، وعلى طول نغرفها في الطبق التقديم بتاعنا. تمام. انا جبت هنا سرفيز اهو، او طبق. عايزه تعمليها اطباق صغيره اللي يعجبك، عايزه تعمليها في صينيه زي ما انا عامله كده اعمليها. ونصب البصاره على طول. تمام. ونسيبها تهدى والوش بتاعها يشمع شويه، ونحط عليها الورد بتاعنا اللي هو البصل، لان لو حطينا البصل دلوقتي هيسقط. وش البصاره نشف اهو. ابتدي بقى زينها بالورد بتاعنا الجميل ده. ريحتها والله العظيم تحفه بجد، اللي ما جربش البصاره انصحه ان هو يجربها، تحفه. طبق البصارة خلص بتاعنا. أكلة اقتصادية ومفيدة في نفس الوقت. هنعمل جنبها شوية بقى بتنجان مخلل، شوية طماطم مخللة زي ما انتوا شايفين، كام قرن فلفل كده برضو. عايزين تقدموا جنبها أي مخللات يعجبكم، ممكن نحط جنبها جرجير. وطبعا ما ننساش العيش البلدي بتاعنا. وكلوا أحلى بصارة، وهاتوا العيش بتاعكم. يلا اتفضلوا معانا، وما تنسونيش في اللايك والشير. باي باي.